سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى بانكم في افضل الاحوال. اليوم غادي نصاوب معكم سلاد نسواس. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، خصوصا انني غادي ندير لكم معاها واحد الصلصه اللي كترافقها، وهذيك الصلصه كتجي رائعه على خلاف انكم تستعملوا معها المايونيز. كيف ما كتشوفوا معايا، انا اول حاجه خديتها هو الخس. بالنسبه للخس البنات، فهو ملي كنوصلوه بزاف فهو كيفقد هذيك الخاصيه ديالو وتيدبل، ما كيبقاش شاد في راسو. لذلك خاصكم تعودوا تنتبهوا منين تاكلوا الخس في المطاعم، راه ما تيغسلوش مزيان باش يبقى محافظ على ديك الخاصيه ديالو. دونك انتبهوا، حاولوا تنتبهوا لهاد القضيه. هنايا خديت طماطم قطعتها. بالنسبه لهاد الارز انا فقط درت معاه المايس، ودرت معاه القليل من الملح والقليل من الكمون. ما درتش معاه حتى شي صوص، خليته هكا لانني غادي نستعمل في الاخير لاصوص ديالي اللي غادي نقول لكم عليها من بعد ان شاء الله. من بعد ما كملت الرز ديالي، فهنا استعملت البصل الاحمر. هاد لا سلاد كتليق ليها، كيليق ليها بزاف البصل الاحمر على خلاف البصل الابيض اللي ما تعطيهاش واحد المذاق زوين. هنايا غادي نزيد كذلك الباربه اللي سبق ليا قطعت، سلقتها وقطعتها شرائح، وكذلك غادي نضيف عليها البطاطا. بالنسبه لاصوص البنات، غادي نعطيكم دابا الوصفه ديال لاصوص اللي غادي تستعملوا. غادي تاخذوا مع تاخذوا ديروا هذا في اناء، غادي ديروا فيه شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، معلقه كبيره ديال الخل، ومع جوج معالق كبار حتى 3 ديال زيت الزيتون. غادي تخلطوهم مزيان وغادي تطلقوهم بالحليب، وغادي تحاولوا تخلطوا مزيان هاد لاصوص، وغادي نحطوها على لا سلطه ديالنا. في هاد لاصوص كتجي رائعه، ولا سلطه كتجي رائعه. كنتمنى انها تنال الاعجاب